النهاردة هنتكلم عن الإليفيترز بكل أنواعها. تابعونا لآخر الحلقة. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هتكلم عن الإليفيترز. الإليفيترز فيه منها كذا نوع. في نوع اللي هو البانوراما إليفيتر اللي هو بيبقى شفاف زي اللي بيبقى في المول أو في السينما أو كده، وبيبقى فيه إليفيتر اللي احنا بنشوفه في الكوميرشال اللي هو بيبقى عادي بأغلب في الأوفيس بيلدينج أو في المولات أو في الأوتيلات العادي دوت. وفي الريزيدنشال اللي بيبقى في الفيلل. طبعا كل واحد بيبقى الديزاين بتاعه مختلف، يعني البانوراما بيبقى في الأغلب ممكن في فندق، في مول، في قاعات سينما، حاجات كوميرشال. بيبقى فيه أشكال كتير، دايما إزاز. هو بيعتمد إن أنا بيبقى عندي فيو، فوانا طالع ونازل أبقى شايف الفيو دوت، بيبقى حاجة شكلها لطيف. بالنسبة للإليفيتور العادي اللي هو بيبقى في أوفيس بيلدينج أو في ممكن برضو يبقى في أوتيل أو في مول، أو بيبقى حاجة سيرفيس مش حاجة رئيسية. يعني ممكن ألاقي في أوتيل عندي مثلا 2 إليفيتور بانوراما، وفي مثلا مجموعة إليفيتورز تانية عادية اللي هي دايما بتبقى ستانلس سيلفر، أو يبقى في حاجات دلوقتي مثلا جولد، بس يبقى شكلها تقليدي شوية. الريزيدنشال يمكن اللي بيبقى الموضوع فيه ديزاين أكتر، إن أنا الأرضية أعمل فيها باترن، إن أنا أعمل الكلادنج جوه خشب أو أعمله ميتال أو أعمله براس أو أعمل سكاي لايت كده، يبقى فوق الإليفيتور من فوق في سكاي لايت. هو في طبعا شركات كتير بتعمل الديزاينز بتاعت الإليفيتورز دي، بتعملها بالأشكال اللي أنا عايزاها أو بالديزاين اللي أنا عايزاه، بس لازم أخد بالي أنا بعمل دوت لكوميرشال ولا لريزيدنشال، علشان بيفرق في الأعداد. يعني مثلا لو أنا بعمل اوفيس بيلدينج فانا محتاج اليفيتور ياخد مثلا من 10 ل 12 فرد، لكن لو بعمل حاجة ريزيدنشال فانا مش محتاجة اكتر من 3 ل 5 افراد، وطبعا على حسب الكلاينت بتاعي هيبقى عايز ايه. برضو لازم اخد بالي من الستايل بتاع ديزاين بتاع الاليفيتور. يعني لو انا عاملة مودرن غير لو انا عاملة كلاسيك، لازم الاليفيتور يماتش الديزاين بتاع الفيلا او الانتيرير بتاع الاوفيس، whatever البروجكت بتاعي ايه لازم يبقى ماتشنج معاه. طبعا دي كانت نبذة سريعة عن الإليفيتور. أتمنى أكون قدرت أقدم لكم معلومة جديدة، وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد معانا، وأشوفكم الحلقة الجاية، وإلى اللقاء.